السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد، وصفة جديدة البنات. بغيت نشارك معكم هذا الفيديو هذا اللي هو زوين اقتصادي، وهكا كنتقاسموا مع بعضياتنا افكار. غنشارك معكم عجينه غنخرج منها بالضبوط، غندير منها بالضبوط وغندير منها ملويه في الفران الكوتي والخبز الغدا. هكا هاد العجينه البنات سهله ودغيا كتخرجي منها هكا اقتراحات اللي بغيتي، راها كتجي زوينه. هنايا البنات درت الدقيق على حسب القياس اللي بغيتو، غير هو كيكون غالب الدقيق الابيض على الفينو. درت الخميره والملحه والزيت ديال المائده، كيعطي العجينه كتجي مهويه وزوينه. كيجي الخبز ديالها ولا اللي كديروا شويه الزيت كتجي العجينه مهويه، تجي العجينه مهويه وزوينه. غنعجن العجينه ديالي لما يكون شويه هذا على ود الحال بارد، حتى الخميره ديروا الخميره الكافي باش يخمر لكم، حيت الحال بارد دابا. غنعجن العجينه مزيان وغندلكها، ما تكونش قاصحه ما تكونش خفيفه، تكون مدلوكه مزيان. كناخذ باش كندير الملويه، وهذه كنخليها حتى كتخمر باش غنشكلها. من بعد ما خمرات غنشكلها هذه خبز والبطبوط. غندير البطبوط باش غنعمر معكم ساندويتش ديال الشاورما، وغادي ندير بطبوط الفطور، وغندير 3 الخبزات للغدا البنات. يعني هاد الاقتراحات. انا هاد الفيديو درته بالسبت، يعني الخبز غيبقى ليا النهار الحد ان شاء الله. ما تنبغيوش كتكون شويه كتكون عطله، كنبغيو نرتاحوا. انا هنا راه درت 3 ديال الخبزات للغدا، ودرت هذا بالضبوط الفطور، وهاد الصغار هادو درتهم غنعمرهم ساندويتش. غندير انا شاورما. هنا البنات خديت بصله حكيتها، بصله البيضه البنات حكيتها. درت 3 ديال الفصوص ديال الثومه يكونوا كبار شويه. درت الملحه، وغندير معلقه ونص صغيره، معلقه ونص ديال العطريه ديال الشاورما. انا هنا درت القياس ديال الصدر ديال الدجاج. درت شويه الفلفله حمراء، شويه الابزار، شويه ديال السكينجبير، ودرت طريقه ديال الكمون، شويه ديال الكمون، وعصرت الحامض. وغادي نزيد الحامض طروفه طرونش، شويه الخرقوم بلدي، هاد العجينه البنات ديال اللي شاركت معكم راه يمكن لكم تخرجوا منها اي حاجه بغيتو، ماشي تعجنوا البطبوط بوحدو وتعجنوا الخبز بوحدو. الا كان هكا كتقتصدوا شويه وكتنقصوا عليكم الخدمه. وزدت هنا الزيت العود. هنا راه درت الطروفه ديال الطرونش ديال الحامض صافي، وغنخلط هادشي مزيان، وغنقطع الصدر ديال الدجاج. هنا البنات راه بزاف د اللقطات ما تصوروا لياش، كان التليفون عندي عامر. صافي من بعد ما خلطت هادشي مزيان غناخذ الصدر ديال الدجاج، وغادي نقطعوه كيف ما بغيتو، يكونوا طرونش طوال او صغار شويه. هاد اللقطه راه ما تصورات لياش فاش كنت كنقطع الصدر ديال الدجاج. من بعد ما قطعتهم هنايا خلطتهم مزيان، وزدت عليهم، انا ما عنديش سودانيه، درت فلفله حاره قطعتها ودرتها غير من الفوق هكايا. هنا من بعد ما قرصت الخبز ديالي، هنا راه كيبان لكم بطبوط صغير بطبوط كبير، وهادو 3 الخبيزات اللي من هاد الجهه راهم كبار. صافي هنا البنات خديت مقله درت فيها شويه ديال زيت المائده، ودرت فيها الشاورما ديالي ودرتها كطيب. حيدت ديك الفلفله حاره البنات، خليت غير 2 طروفه ولا 3 صغار على حسب الوليدات. وهنا كنطيب في البطبوط. بالنسبه لهاد البطبوط البنات اللي غنعمر به الشاورما، راني ملي كنكون كنقرصو رقيق باش كيجي خاوي من الداخل. ديال الفطور خليته شويه غليظ. هانتوما البنات راه كيتنفخ، كيجي زوين من الداخل، كيجي خفيف.
صافي غنستمر حتى نطيبو. ملي غنساليه غنطيب ديال الفطور. انا ما شاركتش معكم الطياب ديال الخبز كامل، شاركت معكم غير هذا. صافي هنا من بعد ما عمرت طيبت البطبوطه البنات، هانتوما كيفاش كيجي، راه كيجي خاوي من الداخل، كيجي مهوي. كيمكن لكم ديروا ليه هكا شاورما بحال اللي درت انا، يمكن لكم ديروا الفلافل، اي حاجه بغيتو تعمروها في هذا البطبوط كيمكن لكم، راه كيجي زوين. كي قلت لكم من العجينه ديال الخبز كيمكن لكم تخرجوا هذا البطبوط هذا. ديروه صغيره البنات. هنا من بعد ما طيبت شاورما وقطعت هنا مطيشه، عندي الكورنيشو الخس، وهنا المايونيز راني صايبته في الدار، حكيت فيه دريس ديال الثومه صافي. وهنا كنعمر على حسب الوليدات شنو بغاو، راهم حدايا كل واحد شنو بغا كنعمر ليه ساندويتش ديالو. والفريت البنات راه ما شاركتوش معاكم، الفريت راني قطعته ودرت ليه شويه الفلفله حمراء، شويه ديال الكمون، شويه ديال البزار، شويه الثومه يعني العطريه، ودرت له شويه زيت العود صافي والملحه، وخلطته مزيان ودرته في اللاطه وغطيته بلاطه واحده اخرى البنات. الفران كيكون سخون كنغطيه بلاطه واحده اخرى صافي، وكان نخليه حتى يدخلوا الطياب شويه، عاد كنعري عليه، كنحيد عليه اللاطه الثانيه اللي دايره من الفوق، وكنخليه حتى يتحمر كيجي مقرمل وزوين صافي. هنايا راه كنعمر كل واحد على حسب الطلبيه البنات الوليدات كيتشرطوا وحنا كنلبيو ليهم الرغبه ديالهم صافي. كان هذا هو الاقتراح الاول البنات. غندوز نشارك معكم الملويه اللي غندير في الفران. هنا من بعد ما عمرتهم راهم انا دايرهم يعني اللي فيه الجوع نيت، بغيتو ديرهم صغار تحطوهم في هكا، لا كنتو كاسكروط بحال هكا ولكن شي حاجه اللي فيه الجوع راه يديرهم هكا قد اللي درت انا. هنا راني درت الفريت، هنا حطيت مايونيز، الخيار مقطع، وهذا العصير الحامض. هنا البنات غندوز نشارك معكم الملويه اللي كي قلت لكم من العجينه ديال الخبز، غنشارك معكم كتجي زوينه كنديرها في الفران. وهاد الملويه البنات كيمكن لكم ديروها كيف ما بغيتو. هاد العجينه هادي، هاد الملويه هادي كيمكن لكم تلويوها وتوجدوا اي حشوه تعمروها، كتجي زوينه كتجي مرقه وزوينه. هنا خديت الزبده والزيت وزدت عليهم معلقه 2 معالق ديال المايزينا وحركتهم مزيان صافي. وكناخذ الملويه ديالي من بعد ما ملي عجنت البنات العجينه، حيدت باش غنصايب الملويه ودرت دهنتها بالزيت وحطيتها هنا خليتها حتى ترتاح. هنا راه درت غير القياس، نقصت شويه غنصايب بيه شكيل واحد اخر مازال غنشاركو معكم. جاو رائعين البنات بصراحه. هاد العجينه هادي والله الا البنات غتهنيكم من عجل الملوي بوحدو وعجل المسمن بوحدو. هاد الطريقه هادي راه تنقص عليكم بزاف ديال الخدمه. بهاد العجينه هادي كيمكن لك تخرجي بزاف ديال الشكيلات. كي قلت لكم البنات لويو الملويه ووجدوا الحشوه اللي بغيتو وقطعوها كيف ما بغيتو البنات، صغيره او كبيره، وشكلوا مسمنات او ملويات اللي بغيتوها البنات، كتجي رائعه وزوينه. صافي طلقتها البنات مزيان راه كتبان لكم. وكناخذ ديك الزبده مع الزيت مع مايزينا وكنسرح عليها هكا، كندهنها كامله البنات باش كملي كطيب كتجي مورقه وزوينه. كيمكن لكم تزيدوا شي اضافات، انا اكتفيت بها هكا خاويه. الوليدات بغاوها هكا، بغاو يديروها مع الشكلاط. كنعاود نزيد ديك الخلطه من هاد الجهه هادي صافي. وكنهز راه بزاف د اللقطات تقطعوا ليا البنات صافي. كنقادها هكا وكنهزها ونجبد وكنبدا نروليها، كنجبدها البنات باش كتصغر ليا العجينه هكا
صافي. وكنبدا نولي هاد اللقطه هادي ضاعت ليا البنات. صافي هنا كنخليها شويه البنات، من بعد ما كنروليها كنخليها شويه عاد كنهزها هانتوما. صافي وكناخذ لاطه باش غنديرها في الفران، كندهنها غير بشويه ديال الزيت وكنحطها. صافي البنات غنديرها في اللاطه ديال الفران وغادي نمسح سطح العمل فين خدمت باش نحط اللاطه. صافي من بعد ما مسحت سطح العمل فين خدمت البنات صافي رجعت حطيتها باش نقرصها. راه ديك الساعه قرصتها البنات ما خليتهاش بزاف، كنحاول نرققها باش تجي مقاده ملي طيب، ما تجيش جهه غليظه والوسط يكون غليظ، كنحاول نرققها. وهاد الملويه البنات الا بغيتو تقطعوها وكي قلت لكم ديروا شي حشوه وتعمروها راه كيمكن لكم، راه غتجي رائعه وتجي كتجي مورقه وزوينه. انا بغي وليداتي بغاوها يديروا معها الشكلاط، خليتها ليهم هكا. صافي من بعد ما نخليها غير شويه وندخلها الفران، الفران يكون سخون شاعل من الفوق ومن التحت، ودخلوها البنات ما تجهدوش عليها بزاف. صافي كطيب كنخرجها راه كتجي واعره البنات، كتجي مورقه هكا. تقدموها لي مع املو مع العسل مع شكلاط. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم البنات، خليتكم على خير. بسلام عليكم، ما تنسونيش لايك الفيديو فضلا وليس امرا. بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، مع السلامه.